الملك فاروق، الاسم اللي اتقال عليه كتير واتكتب عنه أكتر، بس الحقيقة دايما كانت غايبة في وسط كل اللي اتقال. Let's go! اتولد فاروق بن فؤاد بن إسماعيل يوم 11 فبراير سنة 1920 في قصر عابدين وسط عز ملوكي ما يتوصفش. أمه كانت الملكة نظر، وأبوه الملك فؤاد الأول اللي كان حاكم مصر وقتها واخد لقب سلطان في الأول، وبعدين خد لقب ملك لما اتغير وضع مصر سنة 1922 وبقت مملكة مستقلة اسما عن بريطانيا. فاروق كان الابن الوحيد بالخمس بنات. الأميرة فوزية كانت أجملهم وأشهرهم، وده لأنها اتجوزت محمد رضا بهلوي ولي عهد إيران اللي بقى بعد كده شاه إيران، بس الجواز ما استمرش كتير وانفصلوا سنة 1948. الأميرة فايزة كانت بتحب حياة الانفتاح الأوروبي وسافرت وعاشت فترة طويلة بره مصر واتجوزت بعد كده من خارج الأسرة الملكية. الأميرة فايقة برضه اتجوزت من خارج العيلة الملكية، وده كان مخالف للتقاليد الملكية وقتها لأنها اتجوزت شاب مصري اسمه فؤاد صادق، وده أثار جدل كبير. الأميرة فتحية دي كانت نهايتها مأساوية جدا. اتجوزت من رياض غالي وكان موظف قبطي في السفارة المصرية في أمريكا. الجواز ده خلى الملك فاروق يزعل جامد وسحب منها الألقاب الملكية. في الآخر رياض غالي قتلها سنة 1976 في أمريكا. الأميرة فادية كانت أصغرهم، اتجوزت من رسلان شيرين وهو دبلوماسي مصري، وابتعدت عن الحياة السياسية بعد الثورة وعاشت حياة هادية نسبيا. ونرجع للملك فاروق. الملك فؤاد كان بيحضره من بدري علشان يكون ملك من بعد. اتعلم في البداية في القصر وبعدها دخل مدرسة الملوك الخاصة اللي كانت جوه القصر الملكي نفسه، وكانوا بيجيبوا له مدرسين مخصوص من فرنسا وانجلترا. لكن الحقيقة انه ما خدش تعليم حقيقي بالمعنى الصح، ولا كان عنده انضباط دراسي زي الطلبة العاديين، لأنه ببساطة كان بيعامل كملك من قبل ما يبقى ملك. لما كبر شوية الملك فؤاد بعت فاروق على إنجلترا سنة 1936 علشان يدخل كلية وولتش العسكرية علشان يتعلم فنون القتال والقيادة. لكن المفاجأة إن الملك فؤاد نفسه مات فجأة وهو هناك يوم 28 إبريل سنة 1936 وكان عنده 16 سنة بس، فاضطر يرجع على مصر علشان يستلم العرش. كده بقى الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان وهو لسه شاب صغير عنده 16 سنة، وناس كتير حطت عليه آمال كبيرة ورقبوه ملك الشباب. مع الوقت فاروق ابتدى يتغير، شاب صغير محاط بالوزراء والحاشية والمخابرات البريطانية والناس اللي دايما بتقول له نعم يا مولاي. اتغر وابتدى يشوف نفسه فوق الدولة كلها. محبش حزب الوفد وكان دايما في صراع مع زعيمه مصطفى باشا النحاس. حل كذا حكومة وعين ناس ملهمش علاقة بالكفاءة، وكان بيحاول يسيطر على كل مفاصل الدولة بس من غير استراتيجية حقيقية. وفي الوقت ده الفساد ابتدى ياكل في البلد، رشاوي، محسوبية، وظائف للناس اللي قريبين من القصر، وفلوس بتتسرق، وسفريات للملك في أوروبا بياخد فيها ملايين. وفي عز ده كله الشعب جعان وتعبان ومفيش عدل ومفيش أمل. فاروق نفسه دخل في سكة تانية خالص، كان بيحب الفخفخة ويجمع العربيات والمجوهرات والساعات النادرة. كان عنده مجموعة ساعات تعتبر الأغلى في العالم، وكان بيعشق القمار وكان بيسافر مخصوص لفرنسا أو مونت كارلو علشان يقعد في الكازينوهات بالساعات. الجرايد الأجنبية كانت بتكتب عن تصرفاته لدرجة إن السفارة البريطانية بعتت تقارير للحكومة في لندن بتقول إن تصرفات الملك فاروق بقت تمثل خطر على استقرار مصر. لكن الضربة الكبيرة كانت حرب فلسطين سنة 1948. مصر دخلت الحرب دي علشان تدافع عن الفلسطينيين وتمنع قيام دولة إسرائيل. في البداية الناس كانت متحمسة، لكن اللي حصل كان كارثة. الجيش المصري كان داخل بأسلحة فاسدة ضعيفة وبعضها بيبوظ في نص المعركة. الجنود ماتوا كتير واللي فضل انسحبوا، وكان في ناس من جوه الجيش حاسين إنهم اتخانوا، والأسلحة الفاسدة طلعت فضيحة. وناس اتكلمت عن تورط القصر الملكي فيها وقالوا إن في سماسرة بيوصلوا للملك نفسه. طبعا فاروق أنكر كل ده، لكن سمعة النظام كانت اتلطخت خلاص. رجع الضباط من فلسطين محبطين وغضبانين وقرروا إنهم لازم يعملوا حاجة، وبدأت تظهر نواة الضباط الأحرار. مجموعة من الشباب داخل الجيش بيحلموا ببلد نظيفة من غير فساد ومن غير احتلال ومن غير ملك، وكان على رأسهم جمال عبد الناصر ومحمد نجيب وأنور السادات. في نفس الوقت مصر كانت بتغلي، الشعب زهق، الإضرابات زادت، المظاهرات كل يوم، والاحتلال الإنجليزي لسه بيخنق في البلد، والملك مشغول في سهرات وسفريات. وفي ليلة 23 يوليو سنة 1952 الضباط الأحرار نفذوا حركتهم وأعلنوا من خلال الإذاعة إن الجيش قرر يتدخل لحماية الوطن من الفساد والخيانة، واحتلوا مباني الإذاعة والمعسكرات ومواقع حيوية في القاهرة. الملك فاروق صحي الصبح لقى الدنيا اتشقلبت ولقى نفسه محاصر سياسيا وعسكريا ومفيش أي دعم شعبي أو دولي يقدر ينقذه. في البداية حاول يراوغ وعين علي ماهر رئيس وزراء وبعت يطلب مقابلة محمد نجيب، بس طبعا كل ده ما كانش له أي نتيجة. بعد ضغط شديد وتحت تهديد واضح
اتنازل فاروق عن العرش لابنه الطفل أحمد فؤاد الثاني اللي كان عنده 6 شهور وقتها. في يوم 26 يوليو سنة 1952 الساعة كانت 6:03 المغرب. الملك فاروق ركب يخت المحروسة، وده نفس اليخت اللي كان جده الخديوي إسماعيل ركب عليه زمان لما اتشال من الحكم من 70 سنة. كان في ناس كتير شايفة إنه لازم يتحاكم ويتعدم زي ما حصل في ثورات تانية، بس الضباط الأحرار اكتفوا بعزله والنفي من غير دم. اللي هو محمد نجيب ومعاه مجموعة من الضباط كانوا موجودين يودعوه بنفسهم، وهو ما اعترضش إنه يمشي ولا قال كلمة حتى لما جمال سالم وقف قدامه ماسك العصاية تحت دراعه، وكان ده تصرف فيه قلة احترام وقتها. فاروق بص له وقال له بهدوء: أنزل عصاك، أنت في حضرة ملك. وكان يقصد ابنه الرضيع أحمد فؤاد الثاني. محمد نجيب اعتذر له عن اللي حصل، وباقي الضباط وقفوا وأدوا له التحية العسكرية، وساب البلد ومشي على إيطاليا. ليه إيطاليا؟ لأن جده الخديوي إسماعيل اتنفى هناك، وأبوه الملك فؤاد اتربى هناك، وهو نفسه كان بيحب الطليان جدا. أغلب اللي حواليه في الحاشية كانوا طليان. ونيجي بقى لسؤال الحلقة اللي انتم مستنيينه من أول الفيديو: هو الملك فاروق مات ازاي؟ وسؤال تاني: هل فعلا جمال عبد الناصر كان له علاقة بموت الملك؟ هو ممكن النظام يقتل ملك سابق؟ والأغرب من كده، ازاي واحد كان شغال جرسون في مطعم في روما رجع بقى محافظ القاهرة؟ الأسئلة دي كلها مش خيال، دي حقيقية وحصلت فعلا، بس محدش بيدور في تفاصيلها. تعال نعرف حكاية موت الملك فاروق. لما راح إيطاليا أجر فيلا صغيرة في روما وابتدى حياة جديدة، بس للأسف كانت حياة كلها هروب. ملك سابق فقد التاج، فقد السلطة، فقد النفوذ، ومع الوقت فقد مراته وفلوسه وحتى كرامته. مراته ناريمان ما استحملتش الحياة معاه، خصوصا بعد خياناته المتكررة والسهر والقمار والستات. حصلت خناقة كبيرة بينهم، راحت راجعة مصر وطلبت الطلاق واتطلقت. في اللحظة دي فاروق خسر كل حاجة: العرش ومراته وولاده اللي سافروا يكملوا تعليمهم في سويسرا، وحتى فلوسه اللي جمال عبد الناصر حجز عليها بالكامل. بقى وحيد تماما، عايش في المنفى وبيصرف من علاقات قديمة ومن ناس لسه شايفينه الملك. في عز عزلته دخل في علاقة طويلة مع مغنية أوبرا اسمها إيرما كابيتشي، كانت معاه طول الوقت وبتصرف عليه، وقالت بعد وفاته إنهم اتجوزوا سنة 58، وهي اللي فضلت معاه لحد آخر لحظة في عمره. روتين حياته كان بسيط جدا: يصحى الظهر، يفطر، يقرا الجرايد، يقوم يلبس ويخرج مع إيرما أو لوحده، يقعد في نفس المطعم على نفس الترابيزة، ياكل نفس الأكل ويرجع ينام. وكل يوم على الحال ده لحد يوم 17 مارس 1965. فاروق فطر كالعادة وكلم إيرما علشان يخرجوا، وقعدوا في نفس المطعم وفي نفس الترابيزة، بس اللي حصل هناك كان مختلف عن كل يوم. حصلت خناقة كبيرة بينهم والناس كلها اتلمت. الجرسون اللي هيبقى له قصة معانا بعدين دخل بسرعة، شال الكوبايات والأزايز من على الترابيزة وقامت سايباه ومشيت. تاني يوم فاروق حاول يصالح إيرما، كلمها علشان يخرجوا، قالت له مش خارجة. ركب عربيته وراح لبيتها، وهو في الطريق قابل ست إيطالية قال لها تيجي نتعشى سوا، قالت له تمام. وراحوا على نفس المطعم نفس الترابيزة وطلب عصير الجوافة، وكان ده آخر حاجة في حياته. فجأة وهو قاعد وشه أحمر، نفسه اتقطع، حاول يفك الكرافات معرفش، رجع راسه لورا ووقع مغمى عليه. الست الإيطالية صرخت تلحقوا الملك، ونفس الجرسون جه بسرعة وساعده وحطه على كنبة. الإسعاف جات ومعاها دكتور إيطالي اسمه نيكولا ماستا، حاول بكل الطرق ينقذه، بس القلب كان واقف خلاص. الوفاة سجلت سكتة قلبية، لكن اللي حصل بعد كده خلى الدنيا كلها تتشقلب. الدكتور نيكولا نفسه طلع في الصحافة بعدها وقال أنا مش مرتاح لموت الملك. فاروق مات صغير، كان عنده 45 سنة وصحته كويسة. طب ليه ما تشرحش؟ قالوا إن أسرته رفضت. طب ليه أسرته رفضت؟ قال لك إكرام الميت ده، بس الحقيقة إن في حاجات اتغلطت. الدفن حصل بالعافية. الملكة فريدة طليقته قدرت عن طريق اللي هو إسماعيل شيرين وزير الحربية قبل الثورة تاخد إذن من عبد الناصر إن الجثمان يدخل مصر، بس بشرط إنه يجي في السر ويدفن بالليل من غير جنازة رسمية ومن غير ما يتكتب اسمه حتى على القبر. وكان عبد الناصر مصمم إنه ما يدفنش جنب أبوه وجده في مسجد الرفاعي، فدفنوه في الإمام الشافعي. كل ده ليه؟ واحد مات ما بقاش ملك ولا بيمثل خطر، طب انت خايف منه ليه وهو ميت؟ الغريب بقى ان بعد وفاته بسنتين سنة 67 ظهرت مفاجأة مرعبة: قضية انحرافات صلاح نصر مدير المخابرات العامة اتفتحت، وفيها اتذكر سم خطير اسمه الاكوانتين، سم بيوقف القلب وملوش اي اثر في التشريح. مصر كانت مستوردة من امريكا مخصوص للعمليات الامنية. المفاجأة بقى ان السم ده كان ناقص من المخزون، الورق بيقول ما استخدمناهوش بس الكمية مش موجودة. صلاح نصر نفسه قال استخدمناه مرتين، الأولى في قتل المشير عبد الحكيم عامر، والتانية لما اديته لإبراهيم بغدادي عشان يقتل الملك فاروق. مين بقى إبراهيم بغدادي؟ ضابط في رئاسة الجمهورية، خريج الحربية، ابن مدير مكتب كبير في القصر الملكي. بعد الثورة اشتغل دبلوماسي وسافر أمريكا، وبعدين اختفى فجأة وظهر في روما باسم مستعار، واشتغل جرسون في المطعم اللي بيقعد فيه فاروق اسمه أرماندو. هو نفس الجرسون اللي لم الكوبايات ساعة الخناقة وساعة فاروق لما وقع. يعني الراجل كان بيترصد له خطوة بخطوة. ولما اتسأل انت كنت عارف حياته الشخصية منين؟ قال انا كنت بشتغل لصالح صلاح نصر، وعارف انه كان بيروح لدكتور قلب قبل الوفاة ب3 ايام،
والست الإيطالية اللي كانت معاه وقت الوفاة محدش يعرف اسمها لحد النهاردة. والشرطة الإيطالية قالت شخصية حساسة، يعني غالبا من المخابرات، وهي اللي كانت معاه، وهي اللي غالبا حطت له السم في العصير، نفس الطريقة اللي مات بيها المشير عامل بعده بكام سنة وبنفس السم. يعني فاروق غالبا اتسمم ومات بعملية مشتركة بين المخابرات المصرية والإيطالية، لأن الاتنين كانوا عايزين يخلصوا منه. إيطاليا زهقت من فضايحه، ومصر كانت شايفة إن ورقة ضغط ممكن يستخدمها أي حد ضد النظام، خصوصا في وقت البلد كانت فيه على كف عفريت. الإخوان بيخططوا، الشيوعيين بيتآمروا، أمريكا وبريطانيا عايزين يشيلوا عبد الناصر، وبيتقال إن في خطة يدخلوا مصر بجيش جرار بزعامة الملك فاروق. كان لازم الورقة تتحرق. وفي النهاية هل نقدر نقول إن فاروق اتقتل، ولا مات طبيعي، ولا اتخنق من كتر القتل، ولا السكتة جات له بعد خناقة، ولا كل ده تم تمثيله؟ الله أعلم. لكن اللي نقدر نأكده إن في حاجات كتير اتغطت ولسه ما نعرفش عنها حاجة، والتاريخ زيه زي البحر، كل ما تغوص أكتر تلاقي حاجات ما كنتش تتخيل إنها موجودة. ومات الملك اللي كان بيحلم يحكم طول عمره وهو بعيد عن بلده، غريب في أرض مش بلده، بعد ما كان يوم من الأيام رمز ملكية استمرت أكتر من قرن ونص، من أول محمد علي لحد فاروق، الملك اللي بدأ حياته بأمل وانتهى في عزلة. وبكده خلصت حكايتنا النهاردة. أتمنى الفيديو يعجبك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستناني في أصل الحكاية الجاية.